السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملت معاكم الكنافة بطريقة مختلفة. هنعمل كنافة كب كيك وهنعمل كنافة توينكس. الاتنين كانوا بجد أحلى من بعض، الطعم خيال والشكل ولا أروع. مقاديرنا بسيطة جدا، طبعا كمية الكنافة زي ما انت عايزة، أنا عملت صينيتين بس وانت بقى اعملي زي ما انت عايزة. والحشوات أنا مش هعملها معاكم، لكن هقول لكم احنا حشواتنا كانت عبارة عن ايه. حشواتنا كانت كريم شانتيه عادي جدا، كوباية لبن مثلج عليها 3 معالق كبار كريم شانتيه، معلقة كبيرة سكر بودرة، اللي هو صوص الكراميل. أنا جبت كوباية سكر حطيتها على النار، وأول ما بدأت إن هي تتحول لكراميل ضفت عليها معلقة زبدة، وبعدين كوباية لبن ومعلقة نشا مدوباها فيها، طبعا كوباية لبن سخنة، وبعد كده أبدأ أنزل عليها لغاية ما تحول صوص كراميل عندي بالمنظر ده. كان معايا كمان صوص مانجا، جبت مانجا مفرزة عندي وحطيت عليها سكر وحطيتها على النار لغاية بدأت إن هي تتماسك بالمنظر ده، وعليها نص معلقة جيلاتين. هنا عندي الكنافة جبتها طبعا في المفرومة، حطيت عليها 3 معالق كبار سكر بودرة، بقى تقلبها كويس جدا، وبعدين هنزل عليها بنص كوباية سمنة سايحة. السمنة دي بلدي، عايز تحط بقى بلدي على نباتي براحتك، معلقة بلدي على شوية زيت بس نوع نضيف، برضو مش هيضر، ويبقى الطعم حلو جدا برضو. كمان عندي كان صوص يبقى أنا صوص الكريمة مع صوص اللي هي الكريمة الكدابة، ومعانا هنا كمان صوص المانجا وصوص الكراميل، ده كله أنا عملتهم في البيت. طبعا كريم شانتيه احنا كلنا عارفينه بيتعمل ازاي. القالب بتاعه لازم ادهنه كويس جدا زبدة أو سمنة. أبدأ بقى آخد كمية من الكنافة، وأبدأ إن أنا أضغط جامد بحيث إن هي ما تطلعش مني مفكوكة، وما تكونش تخينة، يعني بتكون رقيقة ما تبقاش تخينة أوي. أضبّط كده وأضغط جامد جدًا، وممكن تجيبي كمان كوباية وتضغطي عليها من النُص عشان تثبّتيها، ويا ريت يبقى كل الطبقات أو كل الcupcake cake عندي يبقى كُلّه متساوي، يعني نفس الكمية هنا هي نفسها هنا، ما يبقاش واحدة تخينة وواحدة رفيّعة. خلاص بعد ما أنا رصيتهم حطيت عليهم كمان سمنة من فوق، ودخّلتهم فرن ساخن قبل كده 10 دقايق على درجة حرارة 170 لمدة تِلت ساعة. لازم تكون النار حرارة هادية عشان ما تحمّرهاش بسرعة وما يكونش مستوية. أول ما تخرج هيكون طبعًا اللي هو الشربات بتاعي ساقع، هابدأ أسقيها بيه ومش هأفور أوي، عشان حشواتها تبقى كلّها مسكّرة. التوينكس بقى أنا طبعًا برضه لازم دهنها زيت أو سمنة أو زبدة زي ما أنت عايزة. هابدأ أحُط طبعًا كمية محترمة كده وهابدأ أضغط، ما تبقاش تخينة برضه، هاضغط كويس جدًا من الجنوب، لازم الجنوب كمان تبقى عالية علشان لمّا أحُط الحشو ما يبدأش يخرج. هنا الشوكولاتة تبقى مجمدة تجمديها أو تخلّيها يعني ماسكة نفسها ما تبقاش سايحة، بعد كده هابدأ أغطّيها وأكوّن عندي شكل التوينكزاية بتاعتي. هاعمل صَف بالشوكولات وصَف بالكريمة أو القشطة الكدّابة. كوباية لبن عليها معلقة كبيرة نشا ومعلقة صغيّرة سُكّر. برضه هاسيبها تبرد تمامًا، بعد كده أحشي بقى ما احشيش بيها وهي لسه سخنة. خلّصت خلاص، برضه الفرن 170 درجة تِلت ساعة، وبعدين أنا لو أنتِ لقيتِ الفرن بتاعِك ما حمّرهاش كويس من تحت عشان ما تبقاش متحمّرة over أوي، ممكن تقلبيها بعد ما تاخد وِش من فوق، تقلبيها وهي في نفس القالب وتفتحي عليها الشواية. يبقى أنا عملت صَف هنا شوكولاتة وصَف كريمة، وأبدأ بعد كده أقفّل عليهم كويس أوي، وبرضه بعد ما أقفّل أحُط عليهم أدهنهم بشوية سمنة. خلاص بعد ما خلصت دخّلتها الفرن ما شاء الله طالعة تحفة، أنا قلبتها عشان تاخد بس لون، وطبعًا سِبناهم بقى يهدوا تمامًا قبل ما نزيّنهم. إحنا زيّننا جزء بكريم شانتيه، وهنا أخدت جزء من صوص المانجا على جزء من كريم شانتيه وحطّاه عليه. ده كان الكريمة اللي هي القشطة الكدّابة. الحشوات دي حسب رغبتِك أنتِ. وده صوص كراميل. الحاجات دي لمّا بتعمليها في البيت موفّرة جدًا، شوفي هتجيبيها من برّه بكام يعني، والحشوات كمان لو عملتها في بيتِك وفرة أكتر وأكتر. حُطّي على الكريم شانتيه
شريط كده من الفراولة، وعلى الكريمة أو القشطة الكدابة اللي هي كريمة الفستق. شكلهم بجد تحفة، حاجة تشرّف كده قدّام ضيوفِك، ولو أخداها كمان هدية تبقى ممتازة. واحدة كده عين جمل على صوص الكراميل، وهنا نحط عليها اللي هي صوص المانجا. ده ربع كيلو مانجا، أخدت يعني قيمة كمية كده ربع كيلو، وخدتهم كانوا متجمدين، خدتهم وحطيتهم على النار على معلقتين سكر، ودوبت معلقة صغيرة الجيلاتين، وفي شوية مَيّة صغيرين معلقتين مَيّة، وحطيتهم عليها يا دوب أخدوا غلوتين، طفيت عليها سِبتهم يهدوا وحشيت بيهم. التوينكس هنا عندنا شكلها تحفة، بجد شكلها والطعم خطير، خطير بمعنى الكلمة، حاجة كده قيّمة، حاجة كده بجد تشرّف. برضه حطينا طبعًا سيبناها تبرد تمامًا عشان الصوصات دي كلّها ما تسيحش. عملنا بشوكولاتة بيضا، وعملنا بكريمة الفستق، وعملنا بالشوكولاتة الغامقة بتاعتنا، والتزيين ده حسب راحتك برضه. بعد كده حطيناها في طبق تقديم، وحطينا بقى بكاجو ولوز وفستق زي ما أنت عايزة، بجد، بجد شكل تحفة، طعم تحفة، بألف هنا وشفا، وكل عام وأنتم بخير.